السلام عليكم. طلبوا مني هواي من متابعين قناة اليوتيوب والمتابعين لقاءاتي على قنوات العراقية أن أقدم حلقات خاصة بخصوص تكنولوجيا المعلومات، ونأمل أنه هاي الحلقات تتطور بالمستقبل ونكون قناة تحل محل قناة أو برنامج العلم للجميع للمرحوم الدكتور كامل الدباغ. مثل ما نعرف أنه تكنولوجيا المعلومات هي المحرك الرئيسي للاقتصاد. تكنولوجيا المعلومات كل ما تتطور كل ما اقتصاد يقوى، وكل ما الدولة تحصل على موقع باقتصاد قوي بين دول العالم. مثال على ذلك أمريكا، ميزانية الدولة 30 تريليون دولار، ومخصص لها 15% لتكنولوجيا المعلومات. بحلقة اليوم راح أشرح مختصر عن هذول التوب 15 ترند تكنولوجيا المعلومات، وأسلسلها من أهم ترند بالعالم حسب استثمارات الدول واتجاه الدول الأوروبية والصين واليابان واستراليا وغيرها، واستثماراتهم في موضوع تكنولوجيا المعلومات. وراح تستغربون بالفيديوهات أنه الذكاء الاصطناعي بالمرتبة السابعة والثامنة، مو بالمرتبة الأولى. أول ترند وأهم ترند واللي هو مصدر استثمار عالمي من كل دول العالم هو إنترنت عبر الأشياء، ال IoT أو الإنترنت أوف ثينكس. هو عبارة عن ربط الأجهزة، أجهزة الصناعية والمصانع وأجهزة البيوت كلها عن طريق الإنترنت، والتحكم بها عن طريق الإنترنت. طبعا هذا اللي نسميه احنا السمارت اندستريز او سمارت سيتيز او سمارت هومز. اكثر القطاعات اللي متجهه للاستثمار في هذا الترند هو بالدرجه الاولى قطاع الصحه والقطاع الصناعي والتصنيع، يعني وزاره الصناعه او وزاره الصناعه والمعادن او غيرها. يجي بالمرتبه الثالثه قطاع المواصلات، سمارت ترانسبورتيشن يسموها، كيفية نقل الأدوية، كيفية نقل البضاعة بكلفة أقل وهكذا. راح ندخل بالتفاصيل بالفيديوهات القادمة. وصل حجم الاستثمارات بالعالم من دول العالم على هذا الترند 1.6 تريليون دولار لحد هذه اللحظة، ومتوقع أنه يزيد في عام 2030 يوصل إلى 2.3 تريليون دولار. مبلغ ضخم، وهذا يدل على انه هذا الترند هو المستقبل اللي جاي في دول العالم. الصعوبات اللي تواجهها الامن السيبراني وكيفيه ربط الاجهزه مع بعضها بوقت واحد، طبعا هذه اكيد راح نناقشها نتفرغ لها بحلقه كامله في المستقبل القريب ان شاء الله. الترند الثاني اللي حجم استثماراته وصل إلى 800 مليار دولار بالمرتبة الثانية هو التسويق الإلكتروني. التسويق الإلكتروني يشمل السوشيال ميديا ماركتينج، ويشمل صناعة المحتوى، ويشمل كذلك الإي كوميرس، إي باي وأمازون وغيرها. حجم الاستثمارات 800 مليار، متجه العالم إلى الاستثمار في موضوع التسويق الإلكتروني، لأن كل مؤسسات الدولة وكل الشركات الخاصة والمصانع الآن تستخدم التسويق الإلكتروني للبيع أو للشراء عن طريق الأونلاين، أو للتواصل مع الزبائن، أو لتقديم منتجات معينة. الصعوبات اللي تواجهها هو كيفية إقناع الزبائن بالتواصل عن طريق الأونلاين، وشلون نحافظ على خصوصية الزبون بالمستقبل راح نتعرف عليها، وشلون الحكومة العراقية تطبق وتطور من الديجيتال ماركتينج التسويق الإلكتروني لغرض الحفاظ على إنتاجية المؤسسات ومنع أيضا التأثير السلبي على المجتمع في هذا المجال. المرتبة الثالثة اللي هو الاتجاه أو الترند اللي هو ال 5G أو تكنولوجيا الجيل الخامس، اللي تربط مئات الملايين من الأجهزة عن طريق الاتصالات. وأكثر قطاع يستخدم هذا الشيء هو طبعا قطاع الاتصالات،
اللي يدعم المدن الذكيه ويدعم اجهزه الانترنت والاتصالات السريعه ودقه توصيل الاشاره او السيجنال الى مختلف القرى. حجم ال 5G على مستوى العالم لحد عام 2025 هذه اللحظه وصل 670 مليار دولار للاستثمارات به، بس به هوايه صعوبات نشرحها بالتفصيل، بس من مختصرها انه كيفيه نصب وتشغيل وصيانه لوائح الجيل الخامس وتكلفتها العاليه. اما بالمرتبه الرابعه فيجي السايبر سيكيورتي او الامن السيبراني بسبب تطور الذكاء الاصطناعي وتطور الجيل الخامس والتسويق الالكتروني. الاختراقات اصبحت متزايده على دوائر الدوله وعلى المؤسسات وعلى البنوك، ولهذا الامن السيبراني الان يحتل المرتبه الرابعه كترند على العالم. استثمارات تصل الى 300 مليار دولار من دول العالم لتطوير مجال الامن السيبراني عندهم، ومتوقع وصوله الى 800 مليار دولار في عام 2030. طبعا اكثر القطاعات تستخدم القطاع المالي، البنوك، وزاره الماليه، القطاع الصحي، وقطاع الحكومي بشكل عام، الدفاع وغيره، للحفاظ على خصوصيه وسريه المعلومات المستخدمه ومتبادله عن طريق الايميلات وغيرها. المصاعب هو ملكيه المعلومات وكيفيه معالجه الهجمات ومن يملك المعلومات. هذه كلها راح نفصلها ان شاء الله بالمستقبل. بالمرتبه الخامسه التعزيزات البشريه او الهيومن اوجمنتيشن تسمى بالانجليزي. هاي عباره عن يستخدمون قطع معدنيه مكمله للاجزاء البشريه المبتوره اللي هي مثل الذراع المبتور او غيرها، ويتم ربطها بتعزيزات واشارات الدماغ عن طريق رقائق الكترونيه لغرض تعويض جسد الانسان الفاقد هذه الاجزاء المبتوره. اهم القطاعات تستخدم القطاع الصحي وقطاع وزاره الدفاع لتعويض الجنود اللي فقدوا اجزاء من جسدهم. مستوى او حجم الاستثمارات بالعالم من دول العالم في هذا الترند وصل 270 مليار دولار لحد السنه، وممكن هذا المبلغ يزداد يوصل الى 450 مليار دولار لعام 2030. بصعوبات انك تتواصل مع الاشخاص اصحاب الاعاقه وتقنعهم من يعني يخضعون لتجارب مثل هاي التجارب لزرع هذه الاعضاء وربطها بدماغهم. اما بالمرتبه السادسه هو الواقع الافتراضي الفيرتشوال رياليتي الفي ار، مع حجم استثمارات بالعالم 210 مليار دولار وبتزايد رهيب متوقع وصوله الى 650 مليار دولار في عام 2030. الغرض منه هو منح واقع افتراضي لبيئة افتراضية لموظفي الدولة والطلاب وغيرهم لغرض تدريبهم من مهندسين ومن أطباء جدد أو أطباء قدامى، تدريبهم على عمليات افتراضية، عمليات جراحية أو عمليات تكوين ونصب مكائن أو مصانع، لغرض تطوير كفاءاتهم وقدراتهم حتى لما يتخرج يروح يباشر عنده خبرة أساسية في واقع افتراضي، ما يحتاج يبدأ من الصفر. أكيد هو مجرب بواقع افتراضي فعنده أساسيات الموضوع. أكثر القطاعات تستخدم هذا في الوقت الحالي في دول العالم خصوصا الصين وأوروبا وأمريكا هو قطاع التعليم، كلية الطب، كليات إدارة الأعمال، كليات الهندسة، إنشاء مختبرات في الواقع الافتراضي. طبعا في قطاع الهندسي وقطاع حتى دخل في قطاع الريل استيت اللي هي التجاره في السكن والعقارات وغيرها، دخل هذا القطاع الترند كشيء اساسي. بمصاعب من اهم المصاعب اللي تواجهها هو كلفه السوفت وير او البرامج اللي تم تاسيسها وتكوينها بغرض تدريب المجموعه المطلوبه، يعني مطلوب سوفت وير معين، واكيد راح ندخل بتفاصيل ان شاء الله بحلقه خاصه بهذا الترند. المرتبه السابعه الذكاء الاصطناعي. طبعا ممكن اكيد او الغالبيه يتوقعون ان الذكاء الاصطناعي بالمرتبه الاولى، بس استثمارات العالم
حسب الاحصائيات والارقام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المشين ليرنينج يجي بالمرتبة السابعة. استثمارات العالم وصلت 190 مليار دولار باتجاه الذكاء الاصطناعي، متوقع زيادتها وصولها إلى 260 مليار دولار في عام 2030. هو عبارة عن الذكاء الاصطناعي، الآلة تكون تاخذ قرارات بشكل أسرع وبدقة أكثر، تعوض عن البشر وتعطي نتائج دقيقة أكثر. هواي من القطاعات بلشوا يستخدموها مثل القطاع الصحي والقطاع المالي وتنبؤ في تغييرات العملة مثلا وتصنيع السيارات والمواصلات وغيرها. أكثر التحديات الموجودة هو التحيز في إنشاء المعادلات الرياضية اللي تؤدي إلى أخطاء جسيمة في بعض الأحيان، وطبعا قلة الخبرة الموجودة في السوق والأمن السبراني والهجمات السبرانية المصاعب الثانية اللي قاعد يعاني منها الذكاء الاصطناعي. بالمرتبة الثامنة يجي اللي يسموه الجنريتيف اي اي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، اللي هو عبارة عن تكوين تأليف كتب وتكوين موسيقى أو تأليف موسيقى أو تكوين صور معينة. هذا انتشر بشكل سريع ووصلت استثماراته لعام 2025 140 مليار دولار، بس في تباطؤ يعني متوقع وصوله في عام 2030 إلى 170 مليار دولار. يحتل المرتبة الثامنة الآن في عام 2025، يستخدموه قطاع التعليم والفنون والترجمة وغيرها. بالمرتبة التاسعة Industrial Cloud Platform اللي هي التطبيقات الصناعية. طبعا هذا نسبة استثمارات الآن 83 مليار دولار، يستخدم في قطاع الصحة بشكل كثير وقطاع المالي وقطاع التصنيع والصناعات، صناعات الأدوية، صناعات السيارات وصناعات الأجهزة الكهربائية وغيرها. وهي عبارة عن ربط المصانع أو الشركة الأم بأفرعها بالعالم أو بالمحافظات. يعني مثلا ربط بنك بأفرعها في محافظات العراق، أو ربط وزارة الصحة بالمستوصفات والمستشفيات الحكومية في العراق، وشون يكامل المعلومات بحيث أي معلومة تدخل يدخلوها في البصرة أو في دهوك، يصير عندها أبديت مباشر في المركز في بغداد. الاستثمارات 80 مليار دولار مثل ما قلت، والزيادة ممتازة، متوقع وصولها 160 مليار دولار يعني الضعف في عام 2030. والصعوبات اللي تواجهها انه المعلومات لازم تكون يتم ادخالها بدقة في البصرة او في المحافظات الثانية بحيث يستخدمون المركز بشكل كفاءة، ولازم يتوفر الموظف الكفؤ في ادخال هذه المعلومات بحيث تستخدم في كافة الافرع بكفاءة عالية. وراح نتطرق لها ايضا ان شاء الله في الحلقات القادمة، ونخصص حلقة كاملة لهذا النوع من الترند. الترند رقم 10 اللي هو سمارت ابلكيشنز او التطبيقات الذكيه. طبعا الاستثمارات وصلت بنسبه 65 مليار دولار بالعالم من اوروبا وامريكا والصين وغيرها. اغلب القطاعات تستخدمها، تساعد على تطوير كفاءه الخدمه، تساعد على التواصل مع الزبائن والرجوع للزبائن، واذا الزبائن عنده مشكله وحاب يتصل مثلا التشات بوت وغيرهم دائما يتم عن طريق السمارت ابلكيشنز. وبها اكيد صعوبات مثل السكيورتي، خلق من امن سبراني والحفاظ على خصوصيه الزبون، عنوانه وتليفونه وغيرها. ولهذا تواجه بعض الصعوبات الان الشركات بتطبيقها. بالمرتبه 11 هندسه المنصات. اخوان هذا من الترندز المهمه جدا، يسموه بلاتفورم انجينيرنج، اللي يستخدموه قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع التصنيع، تصنيع السيارات واجهزه الكهرباء. حجم السوق الان في عام 2025 هو 40 مليار دولار، ولكن نتوقع زيادته وصوله الى 110 مليار دولار في عام 2030، لانه هندسه المنصات يعتمد عليها السوشيال ميديا، خلق منصات جديده، خلق العاب جديده اونلاين، وكذلك المنصات اللي تستخدم في الذكاء الاصطناعي في التصنيع وغيرها. فهذا الترند مهم جدا الان بالمرتبه ال11، بس انا اتوقع فهذا الترند مهم جدا الان بالمرتبه ال11، بس اتوقع صعوده الى المرتبه الخامسه او السادسه بالمستقبل ان شاء الله.
مطلوب استثمارات عاليه كصعوبات تواجهه، ومطلوب يعني ناس عندهم مميزات خاصه وقدرات خاصه حتى يكونون مثل هذه المنصات. اما المرتبه 12 السستينبل تكنولوجي او التكنولوجيا المستديمه اللي انا قاعد اقدمها بهذه الحلقه لغرض خلق اقتصاد مستديم. نسبه الاستثمارات 36 مليار دولار، نتوقع زيادتها للضعف في عام 2030، وهي عباره عن محاوله خلق تكنولوجيا جديده مثل التكنولوجيا الخضراء او الطاقه الخضراء من اجل تقليل الكلف والمحافظه على البيئه. بس مطلوب منها استثمارات عاليه ونتكلم عليها بالمستقبل ان شاء الله. بالمرتبه 13 البلوك تشين اللي هو عباره عن توزيع المهام لمنصات مختلفه للحفاظ على خصوصيه الزبون، خصوصيه المعلومات، ما نحطهم مكان واحد ومركز بيانات او ديتا سنتر واحد ويتم خرقها. اكثر الناس المستفيده هو القطاع المالي، موضوع البيتكوين والتعامل في العملات الرقميه. طبعا موضوع السبلاي تشين والموضوع الرعايه الصحيه ايضا مهمه للمعلومات، مهمه للمرضى. حجم الاستثمارات 30 مليار عام 2025 بالمرتبه ال 13. بالمرتبه ال 14 نوصل الى الحوسبه المتطوره الايدج كومبيوتنج اللي هي عباره عن يستخدموها نوع من الحاسبات او المراكز البيانات تستخدمها الصناعات الكبيره، صناعات الادويه او صناعات مصانع السيارات الكبرى او مصانع الطائرات، حتى تسوي بروسيس او تطور البيانات وتعجل باعطاء نتائج بكفاءه وبدقه عاليه. بحجم الاستثمارات او حجم السوق الاستثمارات 16 مليار دولار في عام 2025، بس فيها كثير من الصعوبات واتوقع هبوطه في الاعوام القادمه. وبالاخير الروبوتك بروسيس اوتوميشن اللي هو اتمته العمليات الروبوتيه، حجم استثماراته 15 مليار دولار بالعالم، يستخدم القطاع المالي والسبلاي تشين. المصاعب تواجه هو صيانه هذه الروبوتات المطلوبه بشكل مستمر. اكو ترندات ثانيه مثل القوه العامله المعززه لاوجمنتد ورك فورس، والحوسبه الكونيه، الكوانتوم كومبيوتنج، والزبائن الاليه اللي هي الماشين ليرنينج اللي راح نتكلم عليها في حلقات قادمه ان شاء الله. مثل ما ذكرت بالبدايه، هذه الحلقه الاولى في قناتي اللي هي قناه تكنولوجيا المعلومات لاقتصاد مستديم. اتمنى ان تكون تعجبكم، واتمنى ان تبقون وياي للحلقات القادمه. كل حلقه راح نشرح بيها نوع من الترند هذا بالتفصيل، وشلون الحكومه العراقيه تستفاد منه، شنو الصعوبات وباي قطاع يستخدموها، وحلول المصاعب او الصعوبات لغرض تطبيقها في قطاعات حكوميه وتحقيق اقتصاد افضل للعراق. ان شاء الله يكون هذا يعني كبرنامج، او هاي الحلقه كبدايه لقناه او برنامج يخدم موضوع تكنولوجيا المعلومات لسنوات قادمه، لان هي تكنولوجيا المعلومات تعتبر العصب المغذي لجسد الاقتصاد في كل بلد. نشوفكم ان شاء الله بالحلقات القادمه، ودمتم بألف خير. السلام عليكم.